مرحبا بكم في قناة قصة من قلبي. قصة اليوم سابة بين سليمان ونعيمة. في أحد أحياء الصعيد الهادئة كان يعيش شاب اسمه سليمان الحياني، يبلغ من العمر 19 عاما. كان معروفا بأخلاقه الطيبة وقلبه النقي، محترما للجميع، محبا للخير. وفي الحي نفسه كانت هناك فتاة جميلة هادئة تملك ابتسامة تأسر القلوب، اسمها نعيما، وتبلغ 21 عاما. كان سليمان يراها من بعيد ويتمنى أن يجمعه القدر بكلمة واحدة معها، لكن الخجل كان يغلبه في كل مرة. وفي يوم من الأيام، وبينما كانت نعيما واقفة عند الدكان تبحث في حقيبتها، سقطت منها ورقة صغيرة. اقترب سليمان بسرعة، التقط الورقة وقال بلطف: عذرا، هذه الورقة سقطت منك. نظرت إليه نعيما بابتسامة هادئة وقالت: شكرا لك يا سليمان، أنت دائما شاب محترم. من تلك اللحظة الصغيرة بدأت حكاية كبيرة. أصبحا يتحدثان شيئا فشيئا، وتبادلا رسائل بسيطة في الليل، رسائل صادقة خالية من التكلف. وأنا أيضا أحبك يا سليمان، وأسأل الله أن يجمع بيننا في خير. وهكذا بدأت قصة حب سابة بين سليمان ونعيمة، قصة نقية تشبه قلوبهما، وبداية طريق جميل جمعه القدر بين شخصين خلقا ليكونا معا.